خليني أسألك سؤال قبل ما نبدأ. لو صحيت نص الليل وسمعت حد بيمشي فوق السقف عندك، اسمع كده. عليها الطلاق بنت انت اتخضيه. هتعمل ايه؟ ها؟ هتطلع تشوف فيه ايه؟ ولا هتقنع نفسك انك بتتخيل وترجع تنام تاني؟ الناس بتاعت القصة بتاعتنا النهاردة بقى حاولوا يقنعوا نفسيهم انهم بيتخيلوا. خليك معايا لآخر القصة، مش بس هتعرف حصل لهم ايه، لا احنا كمان هنحاول نشوف ده حصل ازاي. سنة 1922 في مزرعة معزولة جدا في الريف الألماني اسمها هينتركيفك، في مكان كده ما فيهوش صريخ ابن يومين، حاجة يعني تخوف لوحدها. كان عايش هناك عيلة لطيفة، أب وأم، بنتهم، طفلين صغيرين والخدامة بتاعتهم، سو كيوت. ناس بسيطة وحياتهم هادية، مفيش أي حاجة تقول إن اللي جاي هيبقى كابوس. سلم يا رب سلم. بس سلم يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم. يا سيدي الحكاية بدأت قبل الحادثة بفترة مش طويلة. بدأت حاجات صغيرة غريبة تحصل في البيت. في يوم الأب خرج يتمشى حوالين المزرعة ولقى آثار أقدام جاية من الغابة زي كده دي ورايحة ناحية البيت. طب وإيه المشكلة في كده؟ تعال نفكر فيها سوا. آثار جاية بس مفيش آثار راجعة، يعني اللي دخل ما خرجش تاني. يا ابو سوسو. وفي نفس الليلة دي بدأوا يسمعوا صوت غريب، صوت خطوات فوق السقف. بس إيه، مش مرة ولا اتنين، لأ ده كل يوم بيسمعوا صوت حد بيتمشى على السطح. تخيل كده قاعد في بيتك وسامع حد بيمشي فوقك وانت متأكد إن مفيش حد هناك. أصل كل مرة كانوا بيطلعوا يدوروا وما يلاقوش أي حاجة، بس الصوت ما بيبطلش. تهريج بصراحة. وبعدها حاجة تانية حصلت، لقوا مفتاح بس مش بتاع أي حد فيهم، يعني ممكن يكون حد قريب ليهم مثلا نسيه عندهم. وشوية ولقوا جورنال على الترابيزة كأنه ظهر فجأة لوحده. أصل كل ما حد يسأل التاني أنت اللي جبت الجورنال ده، كل واحد فيهم يقول لأ دي أول مرة أشوفه، يعني ما حدش اشتراه. أمال جه إزاي وجه منين؟ إيه شغل العفاريت ده؟ قراءة يا مولانا، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا معانا حد ولا ايه؟ هوب وشوية والخدامة القديمة اللي عايشة معاهم بقالها كتير تسيب الشغل فجأة وتقول لهم البيت ده مش طبيعي، أنا مش هستنى أكتر من كده. وفي روايات تانية بيقولوا إنها قالت إن المكان ده مسكون. متهيألي بصراحة هي كانت أذكى واحدة فيهم. أنا شخصيا لو حد قال لي في حد بيمشي فوق السقف كل ليلة هسيب البيت وامشي. طيب والعيلة عملت إيه؟ أبدا، فضلت في البيت. أصل يمكن ما صدقوش وحبوا يطمنوا نفسهم، أو قالوا هنعمل إيه يعني، هو لو كل واحد سمع صوت غريب في بيته هيسيبه، هيبقى موال. يا بيه لو كل واحد عزل عشان تحتي واحدة رقاصة البلد كلها هتبات في الشارع. ما هو مش بالسهولة دي. وبعدين خلي بالك الكلام ده كان سنة 1922، يعني الموضوع مش يلا بينا نروح نريح أعصابنا في فندق ولا عند حد من قرايبنا في العزبة. نيجي بقى لليلة اللي كل حاجة فيها انتهت، ليلة 31 مارس 1922. ليلة زي أي ليلة عادية، المزرعة كانت هادية والدنيا ضلمة، وفجأة واحد من العيلة سمع صوت بره فخرج راح للحظيرة يبص فيه إيه. طيب قبل ما تمشي عاوز أقول لك كلمتين مهمين جدا. إيه هم؟ ارجع بسرعة. بس مرجعش تاني. أنت لو سمعت صوت جاي من بره هتطلع تشوف فيه إيه ولا هتستخبى تحت البطانية؟ المهم شوية وحد تاني راح يشوف فيه إيه، شوية واللي بعده حصلهم، يعني واحد ورا التاني بيروح وما بيرجعش، كأن في حد كان بيناديهم وكل واحد يدخل الحظيرة ما يخرجش تاني. تعال أقول لك بقى جرالهم إيه والرعب الحقيقي اللي حصل بعد كده. حصل لهم إيه؟ بص يا سيدي، طلع إن القاتل كان مستنيهم وقتلهم بالفاس بهدوء شديد جدا من غير مقاومة تقريبا، يعني الضحية الأولى ما لحقتش حتى تصرخ. وبعد ما خلص عليهم ما اكتفاش بكده، ده دخل على البيت وكمل على الباقيين، الطفلين يا عيني والخدامة الجديدة. بس استنى، الرعب الحقيقي لسه ما بدأش، ده غير الجنان بتاع التحقيقات. قضية عجيبة. أصل القاتل بعد ما خلص عليهم ما مشيش ازاي يعني؟ فضل في البيت ونام معاهم عادي كل يوم. لا وإيه، ده فضل حبة أيام مش قليلة، 4 أيام قاعد في البيت عايش حياته جدا ومحدش يعرف إن العيلة كلها ماتت. طب فين جيران الناس دي؟ الجيران بقى لاحظوا إن الدخان كان بيطلع من المدخنة كل يوم، يعني حد قاعد بيدفي نفسه. الغريب بقى إن البوليس لما جه لقوا إن الحيوانات كانت بيتحط لها أكل كل يوم في الحظيرة، يعني حد قاعد بيرعاهم. قاتل حنين قوي بصراحة.
والأكل كان بيتحضر كل يوم، وحتى كان في عيش لسه طازة. يعني حد كان عايش هناك عادي جدا مع الجثث ومتآلف معاهم، سايكوباتي جدا بصراحة، اللي هو هاي جثة عاملة ايه النهاردة؟ انا راجل لعين يا اخي، انت مالك ومالي؟ انا حر في تصرفاتي. تعال بقى احكي لك جنان التحقيقات والنظريات. لما الناس اكتشفوا اللي حصل ده كان بعد 4 أيام من الجريمة، يعني كل حاجة كانت متأخرة. الشرطة حاولت تفهم وتحلل ايه اللي بيحصل، وظهرت نظريات كتيرة، زي مثلا ان كان في حد في علاقة سرية مع حد من أفراد الأسرة ومحدش تاني عارف بيها، ويمكن برضو ان القاتل كان شخص مختل. بص، أنا عندي نظرية تانية مجنونة شوية هقولك عليها، بس خليني الأول أقولك إن البوليس ما قدرش يثبت أي نظرية من اللي فاتوا، والقضية فضلت مفتوحة سنين طويلة، ولحد النهاردة محدش عارف مين القاتل، ولا حد عارف مين كان عايش معاهم هناك. وبعد سنين المزرعة اتهدت بالكامل، كأن المكان نفسه اختفى، لكن القصة فضلت. يا سلام، أما قصة. القضية لسه بتتفتح أكاديمياً لحد النهاردة، وفي دراسات ومشاريع جامعية اتعملت عليها وأفلام كتير. استنى، أنا قلتلك إن عندي احتمال غريب شوية بس مش مستحيل. ليه الشخص ده ما كانش مجرد حد دخل البيت؟ ليه ما يكونش حد عارف وحافظ المكان أكتر من أهل البيت نفسهم؟ أصل مزارع زمان كان بيبقى فيها مخازن كتير وعليات. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ بص، العليات دي يا سيدي بتبقى حتة كده فوق السقف بس تحت السطح. يعني عارف المثلثات اللي بتبقى فوق البيوت دي، السقف من جوه بيبقى مسطح عادي، وبعدين في فراغ ما بينه وما بين السطح المثلث ده. اكيد شفتوها في افلام الرعب كتير، اصلها بصراحه حته تخوف كده ومخيفه زي البدروم بالظبط، ودايما مرتبطه بافلام الرعب. المهم ان البيوت والمزارع دي كان بيبقى فيها اماكن مستخبيه كتير، واحيانا فراغات ورا الحيطه محدش بياخد باله منها. طب تخيل معايا كده ان في حد كان عايش هناك من قبلهم، عارف كل زاويه وركن في البيت، عارف كل صوت، وعارف يتحرك فين وامتى من غير ما حد يحس بيه. يعني ممكن يكون كان فوقهم، بيسمعهم، بيشوفهم، وبيعرف يستخبى كويس لما كانوا بيطلعوا يدوروا على مصدر الصوت، وكل ده وهم فاكرين انهم لوحدهم. ولما لقوا الآثار الأقدام، يمكن برضو دي ما كانتش البداية، يمكن دي كانت أول مرة بس ياخدوا بالهم من الآثار دي. ده يمكن كمان كان بينزل يشرب الشاي ويقرأ الجورنال لما يكونوا مش موجودين أو مشغولين، وفي مرة نسي المفتاح بتاعه والجورنال. طب السؤال بقى، ليه استنى كل ده؟ ليه ما ظهرش قبل كده؟ يمكن كان بيراقب ومستني اللحظة اللي يقرر فيها إن المكان يرجع له لوحده. الفكرة دي مرعبة مش عشان في جريمة، مرعبة عشان معناها إن في حد ممكن يعيش قريب منك جدا لفترة طويلة، بيراقبك وعارف كل حاجة عنك من غير ما تعرف. وأحيانا أكتر الأماكن أمان ممكن يكون فيها أسرار إحنا مش شايفينها. بس يا سيدي، ودي بقى كان لغز النهاردة في ما وراء الحقيقة. لو عجبتك القصة اعمل لايك وشير للفيديو، واكتب لي في التعليقات تفتكروا كان المفروض يهربوا من البيت، ولو انت مكانهم كنت هتعمل ايه؟ وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان تشوفوا الحلقة الجاية ونشوف سوا عقلنا هيخوفنا بإيه المرة الجاية من ما وراء الحقيقة.